يعني لو فيديو هنا برضو لقاء مع لقاء مع طول الاستاذ 277 في تخصص ايه قبل ما تيجي حاسبات اللي هو التخصص الاول. لما اتفتح قسم البيطري فضلت ان انت تسيب قسم الحاسبات وتخش قسم البيطري. انا رغبته يا ريس. تمام. سادسه مش كده؟ طيب يعني سنه اولى طبعا ان شاء الله النية كده لما تتخرج تشتغل من خلال نفس التخصص ولا العمل المتاح. حاول ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. شكرا. طبعا حاجه كويسه يعني كلام جميل. طبعا الكلام حد عنده مشكلة في أي شكوى يا شباب؟ عنده مشكلة في أي شكوى؟ أي حاجة؟ حضرتك ايه العمل جميل لأنه أحسن تعليم فني بيبقى أحسن من التعليم العام 1000 مرة. وده اللي أنا لمساه بصراحة من خلال المدرسة دي بالذات. في بعض المدارس الثانية عندي جميلة. أنا سعيدة جدا وأشكر بجد أشكركم، ربنا يكرمكم يا رب ويجازيكم خير، وأنا متفائلة بكم خير. أنتوا شباب المستقبل فعلا اللي هتنفعوا البلد. سوق العمل خلي بالكم طالبكم، سوق العمل طالبكم. المدرسة هتعمل بروتوكول بين الشركات، هتروحوا تدريبات، هتاخدوا شهادات خبرة، هتطلعوا من المدرسة هنا إن شاء الله. اللي عايز يكمل في الهندسة يكمل، اللي عايز يشتغل هتلاقوا شغلكم على طول. إن شاء الله. متطلبات سوق عمل المدرسة. هنفهم وجود حضراتكم ومجهود أساتذة الأستاذ عادل الوارث مدير عام التعليم الفني، الأستاذ أمال عبد الظاهر، الأستاذ عبد الحليم مدير التعليم الفني الوسط، الأستاذ محمد مأمون مدير إدارة التعليم الصناعي، الأستاذ طارق موجه عام التشغيل والميكانيكا العملي، الأستاذ سيد فرج، الأستاذ إسماعيل الطاهر موجود المشرف له لوجود هذا القسم. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. يقول رسولنا الكريم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والآن مع الحديث الشريف والطالب مهند صدقي. قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع بيت القصيد ومع الطالب مصطفى.
بحبك يا مصر، بحبك يا مصر وبعشق ترابك، والف المداين وبرجع لبابك، واحس بكرامتي وكياني في رحابك. يقولوا فقيرة يقولوا أسيرة، بشوفك أميرة. وبحبك يا مصر، بحبك ملاية ومنديل بقوية، مقالب من أختي وغزاتة من أخويا، ودعوة من أمي تنسيني همي، وحكمة من أبويا. وأحبك صبية، وأحبك صبية على البحر جاية في ساعة عصاري، ونسمة قبلها تطير في شالها تبين جمالها وترجع تداري. وأحبك مراكب تعدي اللي راكب لبر الأمان، يدق جوا نيلك ويعطش يجيلك يقولك كمان. وقابلك ببوسة، وقابلك ببوسة بزفة عروسة، ولما في بيتنا مع ولاد حارتنا تدق المزاهر ترد المزامر تزغرط جارتنا، نهلل نغني وحلم التمني ينور ليلتنا. واحبك زيارة لبيت عم سيد، ده الصفقير مش هيقدر يعيد، نعيد عليه ونفرح عينيه ويدعي لنا دعوة ب1,000,000 جنيه. في أرضك يحس الغريب إنه مصري وإحنا الأجانب، ويلقى الرعاية ويلقى الحماية على كل جانب، ويمشي في رجوعك ويشبع بجوعك، ويعمل مصايب ويرحل وينسى جميلك ويقسى ويطلع يعايب، ويرجع تسامحك يا ساكنة في ملامحي يا ست الحبايب. ولادك بنوكي بروحهم فدوكي، ويشهد عليهم ترابك في سينا. ومنهم باعوكي علشان الشروكي وفيلا في مارينا، ونجار زمانهم يعودوا لمكانهم يلاقوا السكينة، وتمسك حوضهم وتبكي عليهم عينيك الحزينة. في أرضك سرحت فشلت ونجحت وعشت ببساطة، صاحبت الحمام ونمت في سلام ولو على البلاطة. تغير في شكلي همومي ومشاكلي، لكن روحي لا، أعبر بغنوة وأقول نكتة حلوة لكن يأسي لا. ما طيقش الغتاتة وقلبي المسالم ما يعرف شماتة، وبقولها لك بالثلاثة: بحبك 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 يا مصر.